بصوا، أنا عندي ملحوظة صغيرة قوي عاوزة أقولها للمرشدين الجدد واللي مش جدد، عشان أحيانا بشوف مرشدين حتى يعني قدام شوية وبيعملوها. حضرتك وانت واقف بتشرح واجهة معبد أو تمثال، من فضلك بص للناس، يعني الناس اللي معاك حضرتك تبص عليهم وهم يبصوا على الأثر. خلينا نقول مثلا إنك بتشرح تمثال خفرع مثلا، لو حضرتك والناس واقفين انتوا الاتنين تبصوا على التمثال، اولا دي حاجه مش برو خالص، مش بروفيشنال يعني. ان حضرتك تبص على التمثال وتشرحه ده غلط، لان صوتك هيبقى متوجه على التمثال. انت المفروض تبص على الناس اللي بتبص على التمثال، المفروض انك حافظه، المفروض انك عارف كل تفاصيله. فوانت بتشرح لهم مثلا بتقول لهم بصوا على النوع الحجر، بصوا على اسلوب النحت، بصوا على الابتسامه، على ملامح الوجه، بصوا على المسكولاتوره او اسمها ايه، العضلات بتاعته. بصوا 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 بصوا. حضرتك وانت بتشرح وباصص لهم بتشوفهم هم بيتابعوا معاك، هم عينيهم بتتنقل على اللي انت بتوصفه، مش انت وهم باصين للاثر. دي حاجه من الغلطات الفظيعه اللي بعض المرشدين بشوفهم بيعملوها. طب حضرتك باصص للاثر ليه؟ طب وحضرتك باصص للاثر وهم كمان باصين له، فين صوتك؟ انت المفروض صوتك يبقى ليهم وعينك في عينيهم ومتابع. لو في حد منهم مكسل شويه، مش باصص قوي على اللي انت بتقوله، بتاخد بالك وبتلفت نظره. دي ذكاء وشطاره في الشرح. فيعني انا برجوكوا بس ان احنا لما نيجي نشرح واجهة معبد او تمثال او اي اثر انا بشرحه، انا عيني في عين الناس وهم عليهم على الاثر. وصباحكم زي الفل يا رب.